السلام عليكم مجددا في قناة قطو أفراح 25 مرحبا بكم في قناتنا الحبيبة. اليوم حبيبتي قبل ما نبداو وصفتنا خلونا صلوا على النبي الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مصطفى رسول الله. اليوم البنات بعد ما طلبتوا مني بزاف الوصفه وقلتوا لي ديريها لنا، اليوم حبيباتي راني جيت نديرها لكم. انا معرفه في هاد لا بيريود هاديه نبدا نوجد فيها هاد الوصفه هذه. الوصفه هذه هي خاصه بشهر رمضان الكريم واللي هي شبح الصفراء. راح نديروها بكل اسرارها بكل تفاصيلها مع بعض. مانيش راح نبخلكم بربي ان شاء الله، راح نعطيكم كل شيء تعلمته على الوالدين تاعي راح نعطيه لكم، ربي يخليها لي يا رب. هاي الوصفه نتاعنا، انا اول حاجه انا جبت المول هذا تري براتيك، خير من هذوك تاع الحديد، قادر يفسدو قادر يصددو قادر. دونك هذا تاع النيلون يا البنات والله تري براتيك بزاف ويساعد ويخرج الحبه مليحه وكل شيء. حنا نخدموا به بزاف في دارنا، مليح بزاف. راح نعطيكم من بعد البلاصه منين شريتو، اللي تحب تشريه تروح ليها. واش نحتاجو هنايا؟ نحتاجو اللوز مرحي، راهو يتباع. انا ما شريتش كميه كبيره خاطر ما نحتاج بزاف، حنا في قليل في الدار دونك ما حبيتش ندير كميه كبيره، ما عندي ما راح ندير بها. انا هنا شريت ب40,000 لوز مرحي. اللي تحب دير قد الكميه نتاعي، اللي تحب تكثر ما عليها غير تما تزيد فقط في القيمه تاع اللوز شحال تجري. انا هنا شريت ب40,000 جديد، عطاني ب40,000 لوز مرحي. درت 3 كيلات لوز مرحي مع كيلو سكر حرش ناقص صبع. 3 كيلات لوز مرحي مع كيلو سكر حرش ناقص صبع، خلطتهم مع بعضهم هكا. وهنا رايحه نبلهم يا البنات بصفار البيض. صفار البيض على حسب الكميه اللي عندك. انا هنا قدرت ديري 2 قدرت ديري 3 ما على باليش، دوك نشوفوا مع بعض. هنا على حسب الكميه اللي راكي مديره راح ديري الصفار تاعك. هنا واش رايحه ندير؟ نبدا الشباح نتاعنا. نبداو نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. هنا حطيت الصفار البيض تاعي الاولى ورايحه نبل بها هكا ونشوف. الا ما كفاتنيش بيان سور رايحه نزيد صفار بيضه اخرى. ننصحكم البنات خاصه المبتدئات، حاولوا انكم تبلوا بالبيضه باه الا جرات لكم ولا حاجه على الاقل تتولهوا لها ما تغلطوا ما والو. انا جيسبر بالك نبدل البنات الصحن باسكو هذا جاني قليل كذا تهبط لي منه. نبدل لكم برك الغميقه ونرجعوا نكملوها مع بعض. حبيتكم تشوفوها هكا خير. راني نبل فيها البنات. نزيد البيضه الثانيه، نص صفار البيضه الثانيه طبعا قلنا باه ما نتخلطوش. صفار البيضه الثانيه عيدات تتبل. شوفوا دوك نزيدوا لها صفار واحد خلاف. رايحه تديري 3 بيضات حتى ل4 الزيت تاعها، لكن رايحه نبلو 3. ولا ما شربت ما تبلتش نزيد لها شويه من بياض البيض، شويه مش بزاف هكا. انا نزيد نجيب صفار بيضاء ونرجع لكم يا الزينات. هنا نزيد الصفار الثالث نتاعي. جيسبر الثالث هو اللي راح. نحاول ندير شويه هكا باه ندخل كلش في بعضه هكا. شفتوا هكا. لموها البنات هكا بقلم. مانيش حنكوبي لكم الفيديو باش تشوفوا كيفاه باه تهزوها بكل تفاصيلها صحيحه هكا. شوفوها ما دارتش، نزيد لها شوي بركه الابيض تاع العظام مش بزاف هكا باه برك نكملوا نلموها. راح نعجنوها شويه باه يدخل السكر هذاك ويذوب. نخليوها ترتاح. انا راح نخليها ترتاح لي شويه كوا السكر تاعي مليح يزيد يذوب فيها. وهكا راني نعجن هكا ونخدم به هكا.
هكا. سامحوني عندي اللهجه شويه ما تعبانه، بصح في خاطركم راني حبيت نوجدها معكم نكون عند كلمتي يا البنات، وانتو تفرجوا فينا يا البنات. واحد اللايك هكا مليح، واحد الجيم مليحه تفرحونا بها هكا. ولا اختي دخلتي ديري لنا هذيك اللايك المليح، ديري معنا ابوني، مرحبا بك في القناه هكا. هنا نعجنوها شويه، هنا ما نزيدولهاش البنات صاي. راكم تشوفوا فيها، شوفوا هكا نبقاو نعجنو فيها شويه هكا كدا. نعجنها شويه نحطها في بابي ونخليها ترتاح شويه. شفتوها كي تلمت، نخليها ترتاح ليه شويه. من بعد رايحين نوجدوها مع بعض بهذا المول. رايحين نخدموها. هذا المول يا البنات ننصحكم به، ولا تري براتيكا، خير من تاع الحديد هذوك، ساعات يصددوا لكم، ساعات يجرحوكم، ساعات كل مره كيفاه. مي هادو تاع النيلون تري براتيك والله، حنا نخدموا بهم بزاف في الدار هكا. فوالا حنا متعودين عليها في عراسنا في خطباتنا، نديروها بزاف بزاف، نديرو كميات كبار، نتلمو كامل، نص يقلي نص يطبع نص يبل، كل واحد كيفاه. ها هي ليكم، شفتوها البنات. هنا واش ندير لها، رايحه نغطيها يا البنات ونخليها هذاك السكر شغل يذوب لنا في هذاك البيض وكل، وترتاحوا مامطون تعطيك الطوع من بعد في الخدمه. فقط هنا رايحه نحكي من بعد على حاجه اللي صرا عليها شويه في مواقع التواصل الاجتماعي، شويه طبعا جدل، رايحين نحكيو عليه من بعد نفهمكم في حاجه. فقط هنا حنخليها ترتاح لي ونرجع يا حبيباتي نوجدوها مع بعض. هنا يا البنات جبنا هذيك العجينه نتاعنا تاع الشباح. شوفوا هنا نبدا نحل فيها بالحلال. هنا انا نبدا نحل فيها. هنا وشنو انا كنت حليتها رقيقه ومن بعد تولهت لها عاودت عدلتها فقط، لانه السمك نتاعها لازم يكون 1.5 سنتيم، وهذه تلقاوها في حلويات التقليديه كامل. لازم هذا هو السمك اللي نحتاجوه دائما فيهم. عاودت فقط هنا ريقلتها شويه عدلتها. شوفوا هنا غلطت فيها شويه، وبعد حبيت انا نخليكم باه تشوفوا، انا محبش نفاصيح، خليته بالدمه باه تشوفوه. هاو السمك نتاعها البنات، وهاو الشكل نتاعها كيفاش لازم يكون. هذا المول هذايا اللي قلت لكم راهو تخي براتيك. رايحه نجيب شويه تاع النشاء اللي رايحه تعاوني فقط باه ما يلصقليش. رايحه نحط المول تاعي في النشا ونولي نطبع به. كي نطبع نبدا نعدل في الحبه نتاعي برك شويه هكا وهك لي كوطي هذوك ما يبقاوش محبرشين، بعد تجينا حاجه متوله طبعا هكذا. رايحين نبداو هنايا كيما راكم تشوفوا فيه يهبط ليه يعني ما تخافوش منه. نبقى نكمل بنفس الطريقه هكذا. شفتوا العجينه كيفاه كي السمك نتاعها شحال، وشفتوا الحبه كيفاش تيجي يعني تجي تهبل. واش حنقول لكم هنا البنات قبل ما نبداو ندخلوا في المرحله الثانيه. شفت انا في مواقع التواصل الاجتماعي صارت شويه ضجه على جال القليه نتاعها، وشفت ان شاف دارت، مع كل احتراماتي طبعا لهذا الشاف دارتها، كنت علقت انا وبزاف من القسنطينيات وبزاف من الناس، وكاين يعجبهم الحال كاين اللي ما عجبهمش، هذيك كل واحد والراي نتاعو. لكن انا نحب دائما ننصح، وتعرفوني باللي انا كي نخدم حاجه نخدمها متوله وننصحكم بها ايضا. هنا فقط حبيت نقول لكم باللي الشيف هذه اللي خدمتها كانت الطريقه تاعها خاطئه جدا، وهنا انا عقبت على هذاك الخطا نتاعها وقلت لهم ماهيش هكا. والحمد لله ناس قسنطينه ونساء تاع قسنطينه كامل كان عندهم نفس الراي، قالوا صح ماشي هكذا. حنا في قسنطينه نقليوها على 2 مرات يعني 2 فوا.
القليه الاولى ونزيدو نقليوها القليه الثانيه، وهذه من بكري من بكري من بكري راهي كاينه. هنا راني نكمل انا البنات في العجينه فقط نتاعي كما راكم تشوفوا فيها هكذا. شوفوا السمك نتاعها كيفاش راه يكون. واش حنقول لكم من بعد في القليه، هذوك القليتين الاثنين لازم يكونوا في الشباح نتاعنا باه تجينا مليحه. راح تشوفوا لي زيتاب كاملين معايا، انا وعدتكم بها باه تشوفوا توت لي زيتاب معايا. هكا انا نكمل بالطريقه نتاعي هذه باش ما نحرقوش كلش. خلونا نشوفوا مع بعض لي زيتاب، تبعوا الفيديو من الاول للاخر نتاعو. ناكد لكم باللي راح تكون ناجحه 100%، ورايحه تديروها وتقولوا لي هذه اللي راح تحمر لكم وجوهكم مع ضيافكم مع عائلاتكم وحتى في عراسكم يا البنات. والله راح تحمر لكم وجوهكم. ناس قسنطينه اللي على بالهم بها كيفاش راهي قاعده تستخدم الشباح اكيد راح يمدوا ليهم ثاني الراي نتاعهم. شوفوها هذا هو الشكل نتاعها وهذا هو السمك نتاعها وهذا هو كل شيء. هنا يا البنات جماعه اللي تغطس الشباح في البيض خطا، هاو الصحيح تاعها. هنا رايحين برك ندهنوها باش نغطسوها. هنا انا حبيت ندير لكم نسهل لكم نبسط لكم، درتها بالبانسو كيما هكا ندهنها برك بالبانسو ونحط. نخدم بالحبيبات ما نكترش باه كي نقلي يا البنات ما نشطفش روحي ونفسدها نحرقها. دونك انا واش ندير حبيبات ونقلي بشويه باه تجينا حاجه مليحه وكما يقولوا متوله وعلى سولها. هكا برك نمسحوهم بالبانسو. جماعه تغطسها رايحه دير لاكروت، وصدقوني انا شفتها في بزاف عراسي يا بنات. ميم كي تجي تاكليها كي تجي تقصي تلقاي القشره وحده، وبالك بزاف ناس تلاحظوا بالك في عراس وجربوا كلاو وشافوها. كي تغطسي يا اختي العزيزه كي تجي تقطعيها تلقاي لاكروت هذه القشره وحده واللوز وحده، هذيك ما تجيش مليحه وغلط. هنا المقله نتاعنا نكونوا شعلنا عليها، ما نديروهاش قاويه وما نديروهاش هابطه بزاف، ما نديروها نص نص. نحط نقلي القليه الاولى نتاعي. شوفوا هاي البيض نتاعنا مسحنا به برك، شوفوا زيما ما ناض التشطيش هذاك ما دار والو. راكم تشوفوا هنا نديروها القليه الاولى جوست تحكم روحها ونحيوها. هذه هي القليه الاولى تاعها كيما هكذا. انا ندير بالحبيبات ونحط ندير بالحبيبات ونحط، ما نشطفش روحي ونخدم حاجه على نظافه. من بعد حبيباتي واش رايحه ندير؟ هذاك الزيت نتاعي مش راح نزيد نقلي فيه قليه ثانيه طول، رايحه نحيه ونجيب كاسرونه ونجيب صفايه ونزيد نجيب تيلو، هذاك تيلو ولا شاش نحطو. راح تشوفوا الطريقه طبعا. ورايحه واش ندير؟ رايحه نصفي الزيت نتاعي، لازم نصفيو الزيت في القليه الثانيه، حاجه ضروريه. بعد ما تصفيه الزيت نتاعك مش تعاودي ترميه طول في المقله، لازم المقله تاعك تمسحيها بالبابي ابسورفون ولا اللي عندك في الدار تمسحي به. هاو الواحد تاعنا اللي راح نصفيو به. راح تشوفوا الطريقه كيما هكذا. تمسحي المقله تاعك مليح وتعاودي تردي الزيت نتاعك وهو مصفي، راح تشوفوه كيفاش. هاي الطريقه اللي كنت نحكي لكم عليها. هنا رايحين مسحت المقله نتاعي ورديت الزيت نتاعي خليته انا سخن لي شويه، ونمسح هذيك الشباح نزيد نمسحها الساع، نمسحها كامل ونعاود نرجع نقلي مش نقلي عفوا غلطت لهنا. بعد ما نمسحها كامل رايحه واش ندير؟ نعاود نمسحها للمره الثانيه زين ندهنها بالبيض كيما في الاولى. بعد هنا راني ندهن فيها بالبيض دهنتها وندير بالحبيبات باش ما نشطفش روحي وكل شيء. شوفوا ما تهزيت ما دير لاكروت هذيك لا والو. جماعه اللي قالت دير اي تهز الزيت كي تقليو المره الثانيه نقول لك راكي غلطه حبيبتي، جربي وشوفي بعينك. هكذا نعاود نرجعها لا دوزيام فوا يعني القليه نتاعها الثانيه. شوفوا زيما العظام هذوك الجماعه اللي دير العظام وتحطها دير هذيك لاكروت ويبدا تشطيش تاع العظام ودنيا. شوفوا زيما راكم تشوفوا بعينكم كل شيء. تعرفوني نحب ننصحكم، نحب نعطيكم وصفات صحاح ناجحين 100%. والحمد لله انا هي الناس بزاف جربت وصفاتي والحمد لله والله بكل راهم قالوا لي وصفاتك ناجحين، وهذه الحاجه اللي نحوس عليها انا الحمد لله. هنا تدي اللون الذهبي برك ونحيها
نكمل الحبيبات نتاعي كامل اللي كنت وجدت انا. هذاك الكميه اللي قلت لكم عليها شريت، انا قلت لكم شريت ب40,000، خرجت لي 32 حبه. يعني اللي تحب دير بالكميه كيما تاعي انا راهي حتخرج لك 32 حبه، يعني ما شاء الله لشهر رمضان الكريم رايحه ديري ما شاء الله منها. اللي تحب تزيد برك راهي تخرج لك حبيبتي كميه كبيره. هذه هي هكذا. شوفوا ما هزت لا زيت ولا شي، قاعده هي مليحه. ميم كي تاكلي كلش مع بعضها، ما تحسيش بلي فيها العظام راح تاكلي عظام برك وحدهم، ولا راح تاكلي حاجه مليحه. هذه احنا هكا نخدموها في عراسنا، هكا نخدموها في مناسباتنا، ومن بكري من ايام جداتي ماما دركا راهي تخدمها هكا، خالاتي بكل الفاميلا حنا هزيناها عليهم والحمد لله. ها هي الشباح نتاعي نمسحها، نعاود نمسحها يا البنات، ما تنساوش لازم تعاودوا تمسحوها مليح، تخليوها تبرد وتحطوها في لي بواط نتاعكم فقط. اللي عندها سؤال اي حاجه نتمنى ان شاء الله تبعت لي وتسقسيني، راني راح نجاوبكم في القناه. اللي عندها اي وجهه نظر اخرى ايضا تكتب لنا في القناه. ما تنساوناش جيم كومونتير، وما تنساوناش بتعليقاتكم الحلوين هذوك، ما تنساوناش بتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ورمضان كريم.